السلام عليكم الغزاله، كي دايره؟ لاباس عليك؟ كيعجبك معمول التمر وكيجيك غالي في الثمن اولا كيجيك صعيب في الخدمه ديالو ما كتعرفيش ليه؟ تبعي معايا الفيديو، غادي نوريك اسهل طريقه باش تقادي معمول يجيك لذيذ وفتي وهشيش وغيولي هو الحلوه المفضله عندك بحال. تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. اسهل طريقه ديال المعمول، عندك كلشي في الدار غير الا ما بغيتيش. اول حاجه كما العاده غادي ناخذ 250 غرام ديال الزبده لابريري اولا ديال الحلوه. غادي نزيد عليها نص كاس ديال سكر كلاصي ونص كاس ديال الزيت. هاد الكميه هادي غادي تخدم لك كيلو ديال التمر معجن. الا بغيتي نص كيلو غادي تقسمي المقادير. غادي نزيد عليها قطيرات ديال روح الزهر، ما نديرش ماء الزهر، غادي ندير روح الزهر. غادي نخلط جميع العناصر حتى يندمجوا مزيان. من بعد غادي ندير كلشي فواحد الاناء عريض باش نعجن. كنزيد الدقيق الممتاز ديال الحلويات، تقريبا كتهز كيلو الا ربع ديال الدقيق. وبالنسبه للعجينه خاصها تجي رطبه بحال ديال الريش بوند، تقريبا بحال ديال الريش بوند، ما تجيش بحال ديال الصابلي وما تجيش بحال ديال الحلويات العاديه. تجي رطبه ما تكونش تتلصق في اليد وتجي رطبه كما غتشوفوا معايا في الفيديو، باش هذاك المعمول ديالك فاش يطيب يجيك هشيش وما يجيكش قاصح. دابا غادي ندوزو للتمر. وريتكم التمر باش كنخدم. التمر لذيذ زوين في المذاق ديالو، ما حارش وحلو. يعني حنا حيت درنا غير نص كاس ديال سكر كلاصي، العجينه ما حلوواش. هذا التمر هذا حلو، يلا كيجيب لي كيليبغ بيناتهم وتيجي المذاق ديالو زوين. هنايا خدمت نص كيلو بنص كيلو. علاش؟ لا ما كنبغيش التمر يقصح ليا. عرفتوا الخدمه ديال الدار، هنا جيب من هنا جيب من هنا وقابل الوليدات والغدا وهادي ما كنجي فين نسالي داك التمر حتى كيقصح. داكشي علاش كنخدم نص كيلو بنص كيلو. واخا هو راه ما كيشدش ليد نهائيا، الا جلستي ليه راه ساعه نص ساعه تقدري تكمليه. المهم كل نصف كيلو ديال التمر معجن كندير معلقه عامره ديال الزبده ممتازه، زبده سبيسيال جوده اولا سونطرال، المهم تكون الممتازه. زائد راس معلقه اولا نصف معلقه صغيره ديال القرفه على حسب الذوق، كاين اللي غيزيد كاين اللي غينقص. زائد معلقه صغيره ديال ماء الزهر. التمر غادي نديرو ليه ماء الزهر، ولكن العجينه كنديرو ليها روح الزهر، حيت العجينه الا درنا ليها الماء خاصها تبات عاد طيب في الفران باش ما تخسرش. العجينه روح الزهر وهذا التمر ماء الزهر. صافي كنخلط كلشي مزيان جميع العناصر، وكنبدا نشكل منهم كويرات صغيره في واحد الطبسيل وكنحطو كنخدم بهم. بالنسبه اللي بغى يزيد الزنجلان يزيدو، كاين اللي كيبغي داك لوغو الزنجلان، ولكن هاد الطريقه باش خدمتها انايا كتجي لذيذه اكثر. من بعد كناخذ الدقيق، ضروري نخدم بالدقيق باش ما تلصقش ليا العجينه في الطابع. شوفوا الطابع باش كنخدم طابع عادي كنخدم به اللوز وكنخدم به حتى المعمول. كاينين طوابع بزاف واشكال بزاف، المربع الدائري مستطيل، كل واحد على حسب الذوق ديالو. كما كتشوفوا معايا كناخذ واحد الكميه من العجين كنبسطها بين يدي وكندير التميره وسطها وكنجمع على هذا الشكل. انت في الخدمه ديالك غادي تولي تعرفي الكميه ديال العجين اللي غتاخدي والكميه ديال التمر اللي غتاخدي. انا ما كنعبرش بطبيعه الحال، عينك ميزانك. انت ديك الساعه فاش غادي طابي وحده جوج ثلاثه في القطاعه ديالك غادي تعرفي شحال الكميه غادي تولي تهزي. صيبت معكم 3 هنايا باش تشوفوا دغيا. اما من بعد انا راه كنصايب 20 ب20 اولا 40 ب40. شوفوا معايا ضروري كتخدموا بالدقيق باش ما تلصقش لكم العجين. كما قلنا في الاول العجينه خاصها تكون رطبه. بهذه الطريقه صافي وراه كيتحيد بسهوله. فاش كديري الدقيق الكافي راه كتحيد المعموله بسهوله. هانتوما شوفوا معايا، واخا يخرج لكم التمر من الجناب راه ماشي مشكل، فاش غادي دير ليه سكر كلاصي غادي يجي زوين. الطاوه الا كانت تلصق ضروري فرشي ليها ورق المطبخ، الا ما كانتش كتلصق عادي. بالنسبه للفران خاصو يكون على درجه متوسطه، وفي الطياب ديالو ما يجيش محمر. يلا تكون تطلع مع ديك الصفوريه ونحيدو بحال هكا، يعني كنديرو الفوق كيطيب من التحت كنهبطو يلا كطلع مع ديك الصفوريه كنحيدو باش ما يجينيش قاصح في المضيق ديالو.
وبالنسبه للسكر كلاصي ماشي بالضروره يكون سبيسيال، يكون سكر عادي، غير نغربلو مزيان ونبدا نغمس فيه المعمول ديالي ونمسحوه بصبعي من الفوق باش تبان الزواقه. نتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله، وتخليو لي التعليق ديالكم تحت من الفيديو. السلام عليكم.